هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. النهارده هاخدكم مكان بيبيع لبس هندي كتير جدا، وهنتعرف على اللبس الهندي مع بعض واقول لكم الاسعار والحاجات دي. عشان طلب مني الطلب ده كتير قوي في القناه، ولكن ما قدرتش اعمله قبل كده. فالنهارده هنروح شارع زحمه جدا، شارع تجاري، هنتعرف فيه على اللبس مع بعض. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. يلا بينا. اسعار الساري بتفرق قوي قوي قوي، بتبدا من اول 100 جنيه لحد يمكن 10000 20000 30000، كله يعني كل الاسعار بتفرق. هو عباره عن بيبقى زي ما انتم شايفين كده حاجه بتلف حوالين الجسم وتحتها بلوزه. ده شكل الشوريدار، او اللي هو 3 قطع، بيبقى بنطلون زي ما انتم شايفين من تحت، معرفش باين ولا لا، يعني الحته دي بس هي البنطلون، وبعدين زي ما انتم شايفين كده فستان معدي الركبه وشال على الكتف. فده شكل الشوريدار. فرق ما بينه وبين الكورتة ان الكورتة بتبقى مفتوحه من الجنب وبتبقى اقصر بكتير، بتبقى على الركبه يعني. اهو شايفين هي دي الكورتة، بتبقى مفتوحه من الجنب كده وبتبقى عند الركبه بالظبط. في كورتات بتبقى قصيره بتبقى لحد هنا، ولكن معظم الكورتة طويله كده. فده شكل الكورتة. كورتة تانية اهي برضو، وهي دي الكورتة القصيرة تبقى لحد نص الفخذ بس. الشكل ده برضه معروف جدا، اللي هي البلوزة القصيرة والسكيرت الطويلة، ده اسمه لهنجا، بيبقى 3 قطع برضه، شال، بلوزة قصيرة وسكيرت طويلة. ده شارع تجاري مشهور جدا في المدينة اللي انا عايشة فيها، اسمها بنجلور. انا طبعا مش هغطي لكم النهارده الاكسسوارات لاني عملت فيديوهين كاملين على الاكسسوارات، هسيبهم لكم تحت في صندوق الوصف والتعليق المثبت. فالشارع ده مشهور جدا في بنجلور، اسمه الشارع التجاري او بالانجلش اسمه كوميرشال ستريت. هو دلوقتي تحت التوظيف، هتلاقوا ان الارض متبهدله، بس هو في العادي مش كده. زي ما انتم شايفين هما كذا شارع كذا دخنقه، يعني الموضوع كبير. وفي الشنط المعروفه طبعا، الطرازه. How much is the bag؟ 240 روبية. and this 280 روبية. ده يعتبر مقفل شوية او اسلامي شوية، طبعا بيتلبس من تحتيه حاجة او كده. وكل دي لبس افراح، استراح بيه فرح يعني. نفس الكلام بالنسبة للاطفال، دول كل دول ساري، بتوفقوا لهم بقى بلوزة من دول من تحت. انتوا اللي بتوفقوا الساري مع البلوزة بتاعته، مش لازم خالص يتباعوا مع بعض. ده ساري عروسه بقى، يعني عروسه بتتجوز، مش عروسه مش فرح واحده معزومه، لا دي واحده بتتجوز تلبس كده. او اهو هنزل اوريهولكم. very nice. ده ب20,000 روبية. ده ديل الفستان. انا كده عملت فيديو على الاكسسوارات الهندي، البانجلز والمانتيكا والبندي وكل حاجه، كل الاكسسوارات الهندي اتكلمت عنها في فيديوهين قبل كده، هسيبهم لكم تحت، كلوا اتفرجوا عليهم، حلوين جدا، بس عملتهم من زمان شويه فمش بيتشافوا قوي دلوقتي، هسيبهم لكم تحت اتفرجوا عليهم. ده لبس البيت او الجلابيات، هو ده الستايل هنا غالبا، وبيفرق طبعا حسب الولايه، لان في ولايات بتفضل الحاجات الساده وفي حاجات بتبقى هايصه زي كده، فعلى حسب الولايه يعني. الاسعار هنا قليله تعتبر في الشارع ده، لان الشارع ده شارع تجاري، فالاسعار هتلاقيها قليله، مش حاجات واو يعني، مش حاجات فانسي، لا. ده لبس التراديشنال، يعني هو الستايلات دي هندي بس هي اسلاميه شويه، مسلمين اكتر بيلبسوها، خصوصا الحاجات اللي على الراس دي. طبعا ده محل اطفال باين قوي
مش محتاجه اقول لكم يعني. واو بصوا ده so funny. ودي الكورته بتاعت الرجاله، الراجل لابسها اهو وموجوده على المانيكان. دي بتتلبس من كل الاديان، بس طبعا مشهوره جدا في باكستان والهند عند المسلمين بالذات. هتلاقوا محلات كتير حاطه كده عشان عيد الاستقلال بتاع الهند يوم 15 اغسطس، ف بيحتفلوا بعيد الاستقلال. بصوا المحل الصايع ده حاطين كورته بنطلون اخضر وشال برتقاني والكورته بيضه علشان علم الهند يعني عشان عيد الاستقلال. واو دي طبعا اكسسوارات زي ما قلت لكم مش محتاجه اغطيها. ادخلوا بقى على الفيديوهات في صندوق الوصف والتعليق المثبت تتفرجوا عليهم. دي فساتين ايه؟ ده لبس الرجاله في الافراح، ممكن يلبسوا بدله زي كده، ممكن يلبسوا لبس هندي زي كده. معموله من القطيفه. كل دي البلوزات اللي بتتلبس من تحت الساري. تقدروا تختاروا كات زي كده، ممكن تختاروها بدراع قصير، ممكن تختاروها بدراع طويل. 250 250 روبية. دي الدوباتا او الشال اللي بيتحط على الكتف، كل الاشكال دي طبعا. وكالعاده حاطين علم الهند علشان يوم الاستقلال او الاندبندنس داي بتاعهم. بس شايفين في حاجات بتلمع، حاجات ساده ينفع يطرح بيها الشغل. This print is called what? كشميري برنت. دي الطبعه الكشميري معروفه قوي هنا، بيبقى فيها نقط كده. ودي برضو طبعه كشميري. ده نوع مشهور قوي برضو من الفساتين. ده فستان عادي زي ما انتم شايفين، ولكن ده فستان بيبقى عليه زي جاكيت كات كده ومعاه وبيتقفل من الجنب. مش عارفه الراجل ده بيبص كده ليه، بس ما علينا. How much is this؟ ب 1900. اها اوكي. بيجي معاه جاكيت كات كده. سواري برضو الافراح، طرازه كده مكلفه نفسها قوي. How much is this؟ 1150 للمتر. كله حاجات افراح طرازه. واو. طبعا هو بيقص بقى على حسب ما انت عايزه. الساري عاده بيبقى 5 متر 6 متر في الرينج ده، ممكن ل 7 متر كمان. كل واحده حسب حجم جسمها وهي بتحب تلف ازاي وكده. حلوين قوي البيض دول. How much is the meter from here؟ 750 متر. هو بيقصوا بقى على حسب ما الست عايزاه. And what's the width؟ اوكي 48 انش او 48 سنتي مش عارفه. دي الجزم معروفه طبعا ومميزه جدا. لبس افراح للاطفال بس مكلف نفسه قوي. وبرده قطعتين حلو جدا. الطفله مش هتعرف تمشي اصلا من كتر التقل والوزن. ده ممكن يكون الطريقه دي للبس الشال. طبعا ممكن يتحط على الكتف ويبقى مش محجباتي عادي، يتلبس من اي ديانه. ممكن يتحط بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده، وتحتيه حجاب لايق على اللبس. ده لبس عروسه اهو، الاحمر ده ينفع عروسه تلبسه عادي. وطبعا لو قربنا هنلاقي كله بقى دهب. اكيد مش دهب حقيقي يعني، بس خيوط الدهب دي. وبرضه ينفع يتلبس للمسلمات ويغطوا بقى يستروا نفسهم.
هي دي البندي اللي بتتحط في بين الحواجب، زي ما قلت لكم موجوده في فيديو الاكسسوارات شرحتها بالتفصيل، بس حبيت اوريها لكم ان هي بتيجي في باليت كده فيها بتاع 100 واحده مثلا، كل الاشكال والتطريز بقى اللي مطرزه واللي معموله كده زي الخرزه واللي مدلعه نفسها. دي اللي بتتحط ما بين الحواجب، ودي معناها ان الست اللي حاطه البتاع دي هندوسيه، ده المفروض معناها يعني. بس طبعا دلوقتي الايام المودرن يعني بقى في كمان كل الاديان بيلبسوها ما عدا الاسلام، طبعا المسلمين ما بيلبسوهاش. ودي الحقيقه الجيمكي، كل ده مغطيه لكم في فيديو الاكسسوارات، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف وتعليق المثبت. دي الشنط المطرزه طبعا. How much is this please؟ 320 madam. 320 Same 320. روبيه. This is 250. 250 No, this is 320. This is 250. and this 280. This is also 280. this for wedding right؟ بتلبس المناسبات. Same 280. 280 280 روبيه. And this وعنده طبعا الاحجام الكبيره. big size 380. اها 380. نايس. فستان فرح تاني اهو، يجنن. كمية الشغل يا جماعة مش ممكن كمية الشغل، حتى لو هو مش على ذوقنا، فكرة المجهود نفسه يجنن. How much is this؟ ست حافية اساسا. ها 14 لا 15,000 يعني 15,000 روبية. الستايل ده بقى ده شمال الهند، يعني شمال الهند بيلبسوا كده. This is what we see in Bollywood right؟ شايفين كورتة مدلعة نفسها قوي، ده لبس العريس ده وده طبعا في الرسمة، بس مش هتلاقوه قوي في الجنوب لان ده مش الستايل اللي الهنود بيلبسوه في الجنوب. الموضوع فعلا بيفرق جامد جدا الشمال عن الجنوب. يعني مثلا من ضمن الامثله السهله جدا ان في كيرلا مثلا بيلبسوا اللي هو بتاع اللي شبه السكيرت ده، اللي هو اسمه بيسموه موندا دي حاجه بتلف حوالين الوسط. تخيلوا عريس بيلبس كده في فرحه، الموضوع ده عادي جدا. وزي ما بقول لكم هي بتفرق، يعني في دلهي مثلا عمرهم ما هيعملوا كده، اللي هي الشمال او العاصمه واي حته في الشمال ما بيلبسوش المنظر ده. في كل ولايه سواء في الجنوب او في الشمال بيبقى لها الستايل بتاعها، وكلهم بيتفقوا في الشمال على موضوع الكورته او اللي لسه موريه لكم ده من شويه. الشنطه دي عجباني جدا، ده كده بفكر اجيبها لمامتي، تنفع في السفر على البحر كده يعني. طبعا كل ده مشغول، مش محتاجه اقول لكم، انتوا عارفين الهنود يعني ما يتوصوش، كل دي مشغولات. للاسف الحاجات دي لما بتوصل لنا مصر بتعدي ال1000 جنيه، بس هي هنا ب 800 روبيه يعني ب 200 جنيه تقريبا هنا في الهند. طبعا لو وصلت لنا مصر هتبقى اغلى بكتير عشان الاستيراد والتصدير والحاجات دي، في ناس طبعا بتعدي عليها كتير بس تنفعه. دي برضه شكلها يجنن، حلوه جدا. ودي برضه لطيفه قوي. Like 3 designs and round shape. كده خلصنا جولتنا بتاعت النهارده. جوله كانت سريعه وخفيفه كده. انا عارفه ان انتوا نفسكم تشوفوني لابسه ساري في يوم من الايام، ان شاء الله احقق لكم امنيتكم واجربه. ما جربتش البسه ولا مره. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا في الكومنتس عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. باي باي.